بما اننا داخلين على رمضان وعيد الحب، حبيت اعمل كيكة 2 في 1 مناسبة لرمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. تقدميها لضيوفك او لاولادك وجوزك بعد الفطار، ومناسبة جدا لعيد الحب. لو مخطوبة او عايزة تهدي جوزك حاجة، على فكرة مش مكلفة والطعم كان روعة بجد. هي بس التركية اللي في الموضوع كله ان انت هتسيبي الجيلي ياخد فرصته في التلاجة علشان تطلع بالشكل ده. تابعي معايا الخطوات ومش هتندمي. بجد احلى كيكة عملتها لحد دلوقتي. لازم تعتمدي الوصفة دي ان شاء الله في رمضان، هتبهرك قدام ضيوفك وهترفع راسك، وكل اللي هيدوق منها يقولك احنا عايزين الطريقة. تابع معايا الخطوات سهلة جدا جدا، مش هقولكوا سريعة لانها هتاخد وقت في التلاجة. أنا منى صانعة محتوى، بحب أشارككم وصفات سهلة ولذيذة وروتين يومي بسيط ويشجع كل ست بيت. عندي أفكار كتيرة نفسي أوصلها لكم، وحلمي إني أوصل ل100,000 مشترك، وبدعمكم ليا بإذن الله هوصل. في البداية هنسمي بسم الله، وهكسر 3 عدد بيضة في الشفشق بتاع الخلاط. يعني مقادير الكيكة العادية خالص، بس مع اختلاف بسيط. بدل ما هنحط لبن هنحط عصير فراولة. طبعا هنحط بضاية بضاية عشان نتأكد ان البيض سليم، وكيس من الفانيليا او فانيليا سايلة زي ما بتحبي او المتوفر عندك. وهنا حطيت كوباية الا ربع من السكر عشان انا هعمل كوبايتين من الدقيق. فنفس الكوباية اللي انا هعاير بيها الدقيق هتبقى هي نفس الكوباية اللي انا هحط فيها العصير والسكر. طبعا عايزة تزودي السكر عايزة تقللي، كل واحد وراحته. وحطيت نص كوباية زيت زي ما انتوا شايفين كده، وهضرب كل الكلام ده في الخلاط. مش محتاجين في الخطوة دي مضرب البيض لان هو الخلاط هيقوم بالواجب. يبقى كده محترمة لحد ما السكر والزيت يتجانسوا مع بعض مع البيض. وهنا هنزل بالدقيق حوالي كوبايتين من الدقيق، ولازم في الخطوة دي تنخلي الدقيق، لان لما بتنخلي الدقيق بيدخل جواها هواء، وده اللي بينفش الكيكة. وزي ما قلت لكم الكوباية اللي انت هتعايري بيها تبقى ثابتة في كل المكونات، سواء في الزيت او في عصير الفراولة. تمام. وهنخله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هو الدقيق اساسا نضيف مفهوش اي حاجة، بس انا عايزة الهواء يدخل جوه الدقيق. وهنزل برشة من الملح واقلب كده، وبعدين هنزل بالخليط اللي انا ضربته، وهنزل بكوباية عصير من الفراولة من غير سكر ومش محلياه ولا اي حاجة، لان الجيلي طبعا هيبقى متحلي والكيكة اساسا فيها سكر، فهتبقى مسكرة زيادة عن اللزوم. طبعا دوبتها جامد جدا زي ما انتوا شايفين القوام. يبقى كده احنا عملنا كيكة من غير لبن. عايزين تسموها من غير لبن، عايزين تسموها كيكة الفراولة، اي حاجة، بس حرفيا النتيجة هتبهركم. وانا هنا عندي قالب من الكيك على شكل قلب، وهي جت بالصدفة سبحان الله. المهم هدهنه كده بالشكل ده بالزيت علشان ابطن ال- الصينية عشان الكيكة يعني ما تلزقش. وهرش رشة دقيق. طبعا الخطوة دي اكيد كلكم عارفينها، واللي ما يعرفهاش الخطوة دي لازم، علشان الكيكة بعد ما تستوي هتلاقيها لزقت في الصينية، وخصوصا ان هي ألمونيوم. وعايزه اقول لكم بالنسبه للكيكات، يا ريت يا ريت ما تعملوهاش في اي قوالب كيك تيفال، لانها حرفيا بتتحرق من بره ومن جوه بتبقى نيه. دي نصيحه، ويا ريت تعتمدوها. قوالب الكيك اللي هي التيفال والجرانيت والكلام ده اقسم بالله وهم، هي بس شكل وديكور والكلام ده، انما حرفيا عايزه تعملي كيكه وتطلع مظبوطه صينيه الكيك الالمونيوم. تمام. وهنزل هنا بخليط من الكيكة اللي انا عملته معاكم سوا. شايفين بسيط ازاي وسهلة جدا اقسم بالله وسريعة.
زيها زي الكيكة العادية خالص، ما فيهاش تركات ولا حركات. انتي بتبدلي اللبن، بتحطي عصير فراولة. طبعا بتمسحي اي حاجة موجودة في الصينية، دي معلومة مهمة جدا، لانها لما بتتحرق في الفرن بتبوظ طعم الكيكة. وهسخن الفرن على درجة حرارة 200، واول ما ادخل الصينية في الفرن هقلل درجة الحرارة وهسيبها لمدة 45 دقيقة. وبعد نص ساعة بشوف ايه الدنيا، بفتح كده وبجسها بالخلة الاسنان. لو هي لسه نية بسيبها كمان ربع ساعة. لازم يكون في مطبخك كوب معياري، ده اساسي، سواء انت بتعملي وصفات على النت او حاجة شخصية ليكي، لان ده اللي هيحدد لك كوباية، نص كوباية، كوبايتين، ربع كيلو، نص كيلو. هنا طلعت الكيكة وبختبرها بالخلة، هي كده تمام استوت، فانا كده مش محتاجة ادخلها الفرن تاني. وقعدت معايا 50 دقيقة. وبعدين هحاول افكها كده من القالب بالسبتيولة واحدة واحدة، علشان طبعا الكيكة شكلها ما يبص وتطلع من بره شكلها مش لطيف. واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين، والسبتيولة ما شاء الله يعني بتسلك الموضوع. وبعدين هقلبها في طبق علشان اسيبها بقى تتهوى، لان العرق هيكتمها وانا مش عايزاها تبقى مكتومة. نسمي بسم الله ونشوف بقى ايه الاخبار. الصينية سخنة، وهجيب كده فوطة امسك بيها القالب علشان سخن جدا. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال، وريحتها حرفيا كانت تحفة. وهقلبها على طبق تاني علشان انا عايزة اللي هو الوش يبقى هو اللي من فوق. وده كده شكلها بعد ما خلصت. 3 بيضات وكوبايتين دقيق وكوباية عصير فراولة. ممكن تاكليها كده لو مش طالبة معاكي يعني ان انتي تعملي جيلي وفراولة وتسقعيها. والله العظيم حرفيا كانت تحفة. نيجي بعد كده للخطوة المهمة جدا، اللي هي خطوة الجيلي. وركزي معايا في الخطوة دي، هي سهلة جدا وما فيهاش تركات ولا حركات ولا الكلام ده، بس علشان انا بالنسبة لي كأول مرة اعملها، فانا بجد اتصدمت من الموضوع، لانه حرفيا هي بس التركاية ان انتي بتحطي المعيار بتاع المية مظبوط. طبعا كلنا عارفين مكونات الجيلي مكتوبة على الباكو من بره. لكل كيس كوباية مية سخنة وكوباية مية ساقعة. طبعا علشان اخليه يبقى جامد انا حطيت كوبايتين مية سخنة زي ما وريتكم في المعيار، وكوباية مية ساقعة لان انا عايزاه يبقى تقيل علشان يمسك الفراولة. ونفس القالب اللي انا عملت فيه الكيكة، بعد ما شلت منه الكيكة وغسلته ونضفته تمام، هنزل هنا بالجيلي، يعني يا دوبك كبشتين 3. وعندي كيلو من الفراولة، على حسب القالب اللي انت هتنزلي فيه، بس يبقى عندك بزيادة علشان القالب ما يبقاش فيه فراغات وتطلع مش لطيفة. بترصيها واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين، وباقي الجيلي هنزل بيه زي ما انتوا شايفين كده على كل الفراولة، اغطي كل السطح. انا طبعا كنت شفت فيديو بتدخليها الفريزر وتطلعيها تاني وتكملي بقية الجيلي، لا هو الطريقة دي هي المظبوطة. في الوصفة الأساسية هما بيقولوا الجيلي بيتحط 6 ساعات. أنا في الوصفة دي عليت التلاجة، درجة حرارة التلاجة، والقالب الجيلي قعد ساعتين. وهنا هنزل بالكيكة على نفس قالب الجيلي، وهعمل بقى الكيس التالت. وده الكيس التالت هدوبه بالشكل ده. واهم حاجة المعيار زي ما قلت لكم، هو يدوبك هنا كوباية مية سخنة وهيبقى عليها كوباية مية ساقعة، وهتدوبيه بالشكل ده علشان كله حبيبات جيلي، فلازم تدوبيه كويس. وهنا هضيف بقى كوباية المية الساقعة. أنا في الاول ضفت المية السخنة عشان يدوب كويس، ودي تاني كوباية اللي هي المية الساقعة، وهندوبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى هنا الكيكة. طبعا في البداية قلت لكم السكر ما تزودوش السكر، لان الجيلي هيبقى مسكر زيادة عن اللزوم، والناس اللي هي ما بتحبش السكر او الحلويات تبقى مسكرة قوي، بتخرمي الكيكة علشان تشرب من صوص الفراولة او من الجيلي. بس الخطوة دي حرفيا خلت الكيكة في حتة تانية خالص،
كان طعمها كله فراولة وجيلي واتشربت وكانت تجنن. ده زائد ان هي هتنزل من الجوانب، هتربط الجيلي اللي تحت مع الكيكة بحيث ان هي ما تفصلش دي عن دي. كده انا شربت الكيكة كلها من الجيلي بتاع الفراولة، وهسيبها في التلاجة لحد ما تتجمد ساعتين 3 انت وراحتك، بس اهم حاجة ما تستعجليش عليها علشان تديكي النتيجة اللي احنا عايزينها. يعني لو عندك عزومة تجهزيها قبل منها بيوم، او لو انت هتهديها بحد لما تبقيش مستعجلة عشان تطلع معاكي مظبوطة. وقلبتها في الطبق، وطبعا هي كانت ماسكة، فهستخدم طريقة تانية. جبت صينية كبيرة وهنزل بمية سخنة، بس خلي بالكم من الخطوة دي لان ممكن تبوظ لكم كل حاجة عملتوها. هي اقل من نص دقيقة بس تنزلوا قالب الكيك، يعني بصوا شايفين، وترفعوها على طول، لان انا يعني بصوا وانا بقلبها هتتقلب مني، هتقع الجيلي، هيتفك وهيقع. بصوا بقى النتيجة، هي فعلا اتقلبت وقعت مني، وانا عايزة اقول لكم ده انا طول النهار بشتغل على الكيكة دي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هي حتة بس اتقطعت من الكيكية، بس لا احنا ممكن نداري او نعالج الموضوع. فزي ما بقول لكم خلي بالكم من الخطوة دي جدا جدا، اقل من نص دقيقة بس الصينية تفك من الجيلي. شايفين بقى الجمال والروعة، والله بلا مبالغة كانت تحفة، من احلى المرات اللي عملت فيها كيكة وطلعت بالطعامة دي. كانت الكيكة شاربة من الجيلي، كان طعمها خطير وشكلها حلو. يعني ممكن تقدميها لجوزك بمناسبة عيد الحب، داخلين على رمضان، رايحة عزومة وعايزة تجيبي معاكي حاجة مش مكلفة. هي بس عيبها الصغنن ان هي بتاخد وقت شوية في التلاجة، انما عمايلها سهلة جدا جدا وبسيطة، وكل اللي هياكل منها هيقولك بجد تسلم ايديكي، ولازم تقولنا على الطريقة. الخطوات سهلة زي ما انتوا شايفين وبسيطة، بس زي ما قلت لحضراتكم تاخدوا بالكم وانتوا بتطلعوا القالب اخر خطوة، ما تقعدوش القالب اكتر من نص دقيقة في المية السخنة عشان يتفك معاكم بكل سهولة، والشغل ده كله ما يبص. هنسمي بسم الله ونقطع كده بشويش وبالراحة، واحدة واحدة، ما تستعجليش عشان كل ده ممكن في لحظة يضيع، وحرام المجهود اللي عملتيه يضيع على الفاضي. ده كده شكلها بعد ما طلعت، بعد ما قطعتها يعني. لو هي غامقة بالنسبة لكم الكيكية، هي الكيكية غامقة علشان معمولة بعصير الفراولة، بس عايزة تبدلي باللبن مفيش اي مشكلة، بس مش هتديكي نفس النتيجة لانها حرفيا كان طعمها تحفة. هنسمي بسم الله وندوق بقى ونشوف الاختراع. شايفين بقى الجيلي داخل جوه الكيكة عامل ازاي مع الجيلي مع الفراولة، والله بلا مبالغة كانت تحفة. هندوق بقى الباقي، الجزء اللي تحت متشرب زي ما انتوا شايفين، الطبقة اللي تحت دي مليانة من صوص الجيلي. ولو بتتفرجوا لحد دلوقتي انا بشكركم جدا جدا، انا بفرح جدا بتعليقاتكم سواء انتوا مشتركين عندي في القناة ولا لا، والله بلا مبالغة بتفرحوني، ربنا يفرح قلبكم يا رب. لايك وشير واشتراك في القناة، واكتبولي في الكومنتات إيه انتوا عملتوها قبل كده ولا لا. انا بصراحة دي كانت اول مرة بالنسبة لي، بس بصراحة النتيجة ابهرتني، وقلت يعني ان شاء الله لازم اقدمها لحضراتكم، وتكون مناسبة جدا لدخول رمضان. كل سنة وانتوا طيبين وعيد الحب، وربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. واستنوني ان شاء الله في رمضان، وهنعمل اختراعات وحاجات هنكسر بيها الدنيا، حاجات لازم فيها تحدي، لازم تكون سهلة وبسيطة ومش مكلفة. واستنوني ان شاء الله في الفيديو جاي. باي باي.